يا دكتور في حد بيسأل حضرتك إنه الأسنان الطبيعية ممكن تتعفن لو حطينا فينير؟ مش لفظ تعفن. بص، الفينير لو اتعمل صح يبقى مشاكله قليله جدا، انما السنان صعب انها تتعفن، ولكن ممكن يحصل تسوس. ازاي؟ لو الفينير مش مقفل صح، لو الفينير مش ملزوق كويس وفي لزق زياده بين الاسنان ممكن يعمل تجمعات ورواسب تحت اللثه وتورم اللثه والتهابات في اللثه. لو الفينيرز عامله فجوه ما بينها وما بين السنان ممكن تجمع اكل، ممكن ده يعمل تسوس في السنه الطبيعيه تحت الفينير. لو في تسوس في الاسنان وما تنضفش من الاول صح كويس، ممكن التسوس ده تحت الفينير يزيد وياكل في السنه ويوصل لعصب. لو في مثلا تسوس وارد يظهر وانت مركب الفينير من سطح تاني في السن، من سقف الحلق مثلا او من عند اللسان من جوه، وارد السنان تسوس مع عدم النظافه وتعمل التهاب عصب. فاللي بيتعفن العصب، اللي يحصل فيه مشكله عصب السنه، لو تسوس ظهر وبدا يزيد وانت مش واخد بالك منه، ممكن يعمل لك مشاكل في السن. وساعتها بقى بتضطر على حسب الحاله، اذا كنت تخلع الفينير او تكسر الفينير او تشيل الفينير وتعالج السنه وتعمل فينير جديده على حسب تقييم الحاله. وارد برضو ان السن ما تكونش محتاجه فينير من الاول، ممكن تكون فيها تسوس عميق محتاجه ترقى كراون، انك تغطيها بطربوش ككل يحميها، وكان سوء تشخيص في الاول ان عمل فينير، فوارد يحصل فيها مشاكل مع الوقت. انها مش كتعفن، يعني مشاكل في العصب تظهر.